السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح جرامر يونت 9 للصف الثالث الثانوي. الدرس بتاع يونت 9 بيتكلم على the causative have and get، معناها الأفعال السببية have and get. هناخد التكوين بتاعها في الأكتف في المبني المعلوم والباسف المبني للمجهول. التكوين بتاعها في المبني المعلوم بيتكون ازاي؟ بيتكون من have زائد عاقل زائد مصدر الفعل. تاني يا شباب، التكوين بتاع have هنا السببية في مبني المعلوم، have وراها العاقل وراها الفعل في المصدر، بتيجي معنى ان شخص جعل شخص يقوم بفعل. تعال نشوف مثال. لما اقول دلوقتي the teachers يعني المعلمين have the students بيجعلوا التلاميذ أو بيخلوا التلاميذ do homework يعملوا الواجب every day كل يوم. تاني يا شباب الجملة دي the teachers المعلمين have the students بيجعلوا التلاميذ بتوعهم، ادي have وراها الستودنتس اللي هو العقل وراها do homework يعملوا الواجب every day كل يوم، يبقى دي have وراها العقل وراها الفعل في المصدر. هنا بيقول لي ممكن اشيل have واحط مكانها get، بس get ليها تكوينة تانية بيجي وراها العقل زائد to زائد مصدر الفعل. تعال نشوف المثال اللي عليه، هو المثال بس هستخدم مكان have get. تعال نشوف الاكزامبل كده المثال يا شباب. the teachers يعني المعلمين get the students التلاميذ بتوعهم to do their homework الواجب بتاعهم every day. تعال بص يا شباب للجملة. هنا أنا استخدمت الفعل get، وطالما استخدمت الفعل get يبقى وجا وراه عاقل يبقى to والمصدر، يبقى teachers المدرسين get the students بيخلوا التلاميذ to do their homework يعملوا واجبهم every day. يبقى دلوقتي في المبني المعلوم هنا مع السببية have وجت، have وراها عاقل والفعل في المصدر، لكن جت وراها عاقل وتو الأول بعد كده الفعل في المصدر. الكلام ده فين؟ الكلام ده في المبني المعلوم. أمال في المبني المجهول يا مستر الموضوع أسهل بكتير، ليه؟ لأن أنا بستخدم have أو جت زائد غير عاقل زائد التصريف التالت. موضوع سهل جدا يا شباب. have أو get وراها غير عاقل وراها التصريف التالت. تعال نشوف مثال. لما أقول أنا had my car repaired yesterday، معناها أنا صلحت العربية بتاعتي بالأمس. معنى كده إن في شخص تاني هو اللي قام لي بالفعل أو عمل لي الفعل. يبقى هنا تكوين الجملة عامل إزاي أهو؟ أدي هاد. طب ليه يا مستر هاد؟ أنت قلت هاف؟ لأ، ما هو هاد هنا عشان زمان الجملة ماضي وراها غير العاقل اللي هو ماي كار وراها تصريف تاني. طيب ناخد مثال تاني بس بجد. I got my hair cut last week، يعني أنا حلقت شعري أو قصيت شعري last week الأسبوع اللي فات. معنى كده إن في شخص تاني هو اللي قام بالفعل. يبقى هنا أنا عندي got وراها غير عاقل وراها تصريف تاني.